السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية من قناة كونفاي. معكم محمد رضا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن عدد أسئلة امتحان بنك مصر والبنك الأهلي. سألت السؤال ده كتير، قلنا نعمل فيديو صغير وهنتكلم على تحديثين بسيطين كده حصلوا في النظام الخاص بالبنك الأهلي، وكمان هنتكلم عن تفاصيل امتحان الإنجليش، بعض الديتيلز البسيطة كده. تمام؟ يبقى بسم الله توكلنا على الله. هنتكلم على تمام. احنا عارفين ان الامتحان بتاعنا بيتكون من 6 اجزاء، وهما ريبيت، ديكتيشن، conversation، sense build، complete. بس حلو أوي. احنا هنتكلم عن عدد الاسئله، وده صوتي ولا كتابي ولا انا بعمل فيه ايه بالظبط. تمام. هو زي ملخص سريع كده للامتحان عشان السؤال ده اتسالنا كتير. بالنسبه للريبيت هما 16 جمله ب 16 ريكورد. تمام. بالنسبه للديكتيشن 14 جمله ب 14 ريكورد. conversation من 8 ل 12 محادثة. sense build 6 جمل. الكومبليت 18 جملة. الباسج 2 اكس. حلو أوي. طب بعمل ايه في كل واحد؟ الريبيت عبارة عن 16 ريكورد. بسمع الريكورد، هو يديني مدة أقول وأكرر تكرار، يبقى ده صوتي. ممكن أسمع الريكورد كم مرة؟ مرة واحدة. حلو. الديكتيشن نفس الفكرة، ريكورد بيديني 14 ريكورد، اضغط على كل ريكورد لوحده واكتب املا، يبقى ده صوتي مرة واحدة اسمعه. الكونفرزيشن محادثة ما بين سبيكر 1 وسبيكر 2، بيتكلموا عن موضوع بسيط ويجي بعدها يسألني سؤال عن الموضوع ده. بيجي لي من 8 ل 12 محادثة ونفس الفكرة، ده برد صوتي واسمعه مرة واحدة. بالنسبة للسنس بيلد بيقول لي من 3 ل5 كلمات وعايز نكون له جملة صحيحة، فاعل وفعل ومفعول. ده برضو صوتي. يبقى كده دلوقتي عندنا كام واحد صوتي؟ عندنا ريبيت صوتي، ديكتيشن صوتي، كونفرزيشن صوتي، سنس بيلد صوتي. حلو. عندنا ايه كمان؟ عندنا كومبليت 18 جملة. كومبليت عبارة عن جملة ويجيب لي فيها سبيس فاضية ويقول لي كمل الكلمة الناقصة. هنا ده أنا بكتب رايتنج. أراعي حاجة، معايا 15 ثانية لكل جملة، لازم أضغط نيكست قبلها. لو ما ضغطتش نيكست الجملة ما بتتحسبليش. تمام؟ النوت دي مهمة أوي. إيه كمان؟ تو توبكس، بس تلخيص موضوع
ويقول لي اعمل له سمري. انا بعمل له سمري بسيط كام ثانيه. ده اللهم صل على محمد بيظهر قدامي يكون معايا 30 ثانيه اقرا والدقيقه ونص 90 ثانيه الخص. بالنسبه لده كتابي برضه رايت. ده عدد الاسئله الخاص بالاهلي ومصر، ملخص سريع كده. الريبيت 16 صوتي، ديكتيشن 14 صوتي، كونفرزيشن صوتي 8 ل 12، سنس بيلد 6 صوتي، كومبليت باسج اللهم صل على محمد كتابي. تمام. بالنسبه للديكتيشن، الديكتيشن هو صوتي يعني بيعتمد على الصوت اللي هو بسمع وبعدها بكتب، يعني ده صوتي وكتابي في نفس الوقت، بيعتمد على مهارتين معينين. تمام. كل واحد من دول بيقيس لمهاره معينه. مثلا الريبيت بيقيس الطلاقه والفلوانسي، انك تقول الجمله بسرعه يبقى بلاش نتأتأ. الديكتيشن بيقيس قدرتك الكتابيه وتعرف تكون جمله صح ولا لا. تمام. الكونفرزيشن بيقيس نباهتك، بيشوفك سريع الانتباه ولا لا، الاتنشن بتاعك بتخطف الكلام بسرعه ولا لا. عشان بقول لي محادثه واحده يتكلموا في موضوع ويجي يسالني عنها. تمام. ومدى فهمك للفوكاب والالفاظ. السنس بيلد نفس الفكره بتاعت الديكتيشن، بتعرف تكون جمله صح ولا لا، فاعل وفعل ومفعول. الكومبليت بيقيس ثروتك اللغويه، تعرف تكمل جمله ولا لا. الباسج بيقيس سرعتك، السبيد بتاعك في التايبنج. تمام. ده ملخص سريع لعدد الاسئله وشكل الامتحان. ترتيب الامتحان بقى زي ما انا كاتبه كده، وترتيب المذاكره اللي انا بفضله في المذاكره. ده ترتيب بنقوله في السيشن الخاصه بينا، ترتيب معين كده عشان الدنيا ما تخشش في بعضها. حلو قوي. تمام. ايه النقطتين اللي كنت عايز اتكلم فيهم كده؟ هنخلص من جزء الاسئله. في نقطتين بقى محتاج اتكلم فيهم. واللي هما بالنسبه لوصال. وصال حاليا بيعمل حركه جديده شويه، اللي هو احنا عارفين البروسس بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن انجلش، نجحت فيه ادخل اي كيو، نجحت فيه بتدخل بيرسونال. حلو. لا حاليا بقى في خطوه جديده شويه وحصلت اليومين اللي فاتوا مع زمايلكم، واللي هو ايه؟ تمام مش تمام. بيحصل ايه هنا بقى؟ بيخليك تدخل انجلش، بيخليك تدخل اي كيو، يجي عند البيرسونال يقول لك هنمتحن بيرسونال وتكنيكال مع بعض. يعني ايه بيرسونال وتكنيكال مع بعض؟ يعني انت بتدخل الانترفيو تلاقي الاوضه فيها 2 اتش ار. طبعا الحوار ده في 2026 لسه حاصل اليومين اللي فاتوا يعني. بتلاقي 2 اتش ار، واحد يسالك اسئله بيرسونال والتاني يسالك اسئله تكنيكال. يعني ايه واحد يسالني اسئله بيرسونال وواحد يسالني اسئله تكنيكال؟ واحد يقول لك introduce yourself, tell me more about yourself. التاني يقول لك قول لي الفرق بين التيلر والكاستمر سيرفيس. واحد يقول لك قول لي نقاط ضعفك ونقاط قوتك. التاني يقول لك قول لي تعرف ايه عن البنك الاهلي. بعدها هو يسالك يقول لك قول لي موقف صعب بيرسونال مريت بيه. التاني يرد عليك يقول له قول لي تعرف ايه عن البنك المركزي، مهام البنك المركزي. طب فرق لي كده من التيلر والكاستمر سيرفيس والكريدت والاوبريشن. اسئله تكنيكال واسئله بيرسونال مع بعض. طب ليه الاهلي عمل الحركه دي؟ بينجز، عايز ينجز الايه؟ البروسس التعيين شويه. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي لو جالي فرع وصال او جالي امتحان اهلي الفتره الجايه، انا مطلوب مني كل ده. مطلوب مني اذاكر الانجليش كويس قوي بالتحديثات الجديده اللي انا كنت ذاكرها في فيديو قبل كده. مطلوب مني اذاكر الاي كيو كويس قوي، لسه الابديت ما تمش فيه. مطلوب مني اذاكر بيرسونال وتكنيكال احتياطي يا باشا. ليه؟ انا كده همتحن ده وده واكيد همتحن ده. احتياطي ممكن يدخلني في ده زي ما حصل مع زمايلي، يبقى انا راجل جاهز. تمام. طبعا بيبقى يوم تقيل جدا ان امتحن كل ده، بس ما علينا كلنا قدها. ودي الابديت اللي انا كنت حابب اذكره. تمام. في ابديت تاني صغير حصل. ايه هو؟
ان الاهلي بقى بيعمل حاجتين اتنين جداد. ايه هما؟ اول حاجه بالنسبه لي ان الاهلي بقى بيبعت مثلا مسج او يخلي حد يرن عليك، الو ازيك عامل ايه، معاك كذا من فرع كذا، انت هتروح فرع كذا تعمل انترفيو. ده زي بنوك خاصه كتير بتعملها، بس انت بتروح الفرع. فكتير قوي بيفكر انها سيلز او حاجه اوت سورس. لا يا باشا، دي مش اوت سورس، دي ستاف. هتروح الفرع، هتقعد مع مدير الفرع، بتقعد مع من 3 ل 5 اشخاص، مدير فرع، مدير منطقه بقى، مدير عام، مجمعين شله كده حلوه، بيقعدوا يسالوك بقى عن السي في بتاعك، عملت ايه من بعد التخرج، تعرف عن البنك الاهلي، يقرا السي في بتاعك ويسالك فيه كنت بتعمل في شغلك القديم، احكي لي عن نفسك، نقاط ضعفك نقاط قوتك، زي بيرسونال لطيف كده. تمام. لو ضم بيديك معاك ورقه كده فيها مكتوب وصال، مطلوب منك ورقه كذا كذا كذا، وهتروح يوم، وهو يحدد لك الميعاد، تروح امتحن في البنك الاهلي يوم كذا. تمام. في الفرع ده اللي هو الاداره يعني وكده. حلو. ده النقطه بتاع الفرع. طب ايه النقطه الثانيه؟ النقطه الثانيه ان الاهلي بقى حاليا بيعمل فون انترفيو. الاهلي عمره ما عمل فون انترفيو. انت ممكن تلاقي مكالمه جايه لك، الو ازيك عامل ايه، معاك ابراهيم اتش ار من الاهلي، قدم نفسك، تعرف عن البنك الاهلي، نفس الاسئله بقى اللي احنا مش هنفضل نعيدها كل دقيقه دي. فانت تبقى مجهز الاسئله دي، عملت ايه بعد التخرج، نقاط ضعفك نقاط قوتك، تعرف عن البنك الاهلي، ذاكر السي في بتاعك كويس، مش كاتب في السي في بتاعك، فاهمني؟ فالفول انترفيو ده بقى الاهلي بيعمله. طب ليه بقى الاهلي عمل الخطوتين دول؟ بينجزك شويه بقى، عشان البروسس بتاعك بتطول قوي. كان يعمل لك انجلش وبعدها اي كيو، وبعدها يقول لك بعدها بفتره تعمل ادخلك بقى بيرسونال، بعدها بفتره تعمل عليك تكنيكال. لا كده بينجزك بقى، انت البروسس بتاعك هتطير. تمام. كده انا ذكرت كل الابديتس الجديده الخاصه بالاهلي. حتى كمان الامتحان الانجليش ده اللي كنت برضه عايز اتكلم فيه. بالنسبه لامتحان الانجليش، والنظام ده بيفلتر ناس كتير بدري بدري، فاهمني؟ امتحان الانجليش انا هتكلم عن الماتيريال بقى الخاصه بيه دلوقتي، والابديت اللي انا ظابطها فيها يعني وكده، اللي هو الفكره ان انا بوفر ماتيريال خاصه بالانجليش ال6 بوردز. طب ايه الفكره في الماتيريال دي؟ ماتيريال مترتبه، متحدثه، فيها اهم الجمل. ايه اهم الجمل دي؟ اهم الجمل دي اهم حاجه بتتكرر في امتحانات كتير، فبالنسبه لي دي كنز. تمام. وحاليا هعمل لكم زي ريفيو بسيط عن الماتيريال كده اوريها لكم. هي شامله كل حاجه، شامله الانجليش، شامله الاي كيو، يبقى هي شامله انجليش، شامله اي كيو، شامله بيرسونال، وشامله تكنيكال انترفيو. فالفكره في الماتيريال دي ايه؟ انك اصلا اعتمادك الكل هيبقى عليها. هتذاكر منها الانجليش بالطريقه اللي انا حاططها والبلان اللي انا حاططها، تذاكر منها الاي كيو بالشرح اللي انا حاطه وكل حاجه، وتاكد على اسئله البيرسونال والتكنيكال واهم النوتس الموجوده. كده انت ضامن في مده صغيره تقدر تدخل امتحان الاهلي بالنظام الجديد اللي هم عاملينه ده، او لحد البيرسونال برضو زي الفل. فحاليا هعرض لكم جزء من الماتيريال دي. تمام. طب انا لو مهتم وعايز افهم الدنيا اكتر، عايز سيشن شرح مثلا للانجليش بتفاصيله ازاي اعديه، عايز سيشن شرح الاي كيو، طب انا اعمل ايه؟ انت ممكن تتواصل معانا هنا. زيرو 122 1455 317، وده الرقم الوحيد الخاص بينا، عشان في ارقام كتير ناس تكلمها ويقول لهم ان هو تبعي، لا ده الرقم الوحيد الخاص بيا، ده الخاص بالواتساب بس. او على تليجرام بانكر برو 3 ساعات. دي وسائل التواصل بينا عشان ناخد الماتيريال او ناخد سيشن شرح خاصه بامتحان البنك الاهلي، وكده كده كل البنوك زي ما اتفقنا قبل كده. تمام. فحاليا هنعمل ايه؟ هنعرض جزء من الماتيريال وازاي هي مترتبه وفيها كل حاجه. تمام. دي تشانل التليجرام الخاص بالماتيريال، فيها كل حاجه خاصه بالماتيريال، من شرح شكل الامتحان نفسه
لفيديو بيوضح المنصة اللي بنمتحن عليها في الامتحان وشكل كل حاجة فيها حرفيا، ليه أهم الريكوردات اللي اتكررت، دي اللي أنا اتكلمت عليها، أهم جزء الصوتيات اللي اتكرر. وده شرح تفصيلي من موقع فيرزنت ازاي نعدي الامتحان وايه اهم الاجزاء اللي ناخد بالنا منها. طبعا كل ده مترجم للعربي. تمام، دي اول جزء خاص بالماتيريال. تاني جزء بالنسبة لي وهو كل الريكوردز دي الاجابات اللي جواها موجودة هنا، واهم الجمل زي ما اتفقنا، ودول زي نظام محاكاة كده للامتحان كامل يعني. وفيها كمان التحديث الخاص بالكومبليت، في أسئلة كتير انضافت في جزء الكومبليت فاحنا ضفناها معانا عشان تكون شاملة كل حاجة. أول ملف فيه حوالي 32 صفحة، فيه أهم الأفكار، فيه كل حاجة حرفيا، الجملة مترجمة. تمام. وكمان كان فيه تحديث خاص بالباسج، جمل جديدة وأفكار جديدة انضافت، فكل ده موجود في الماتيريال. تمام. آخر حاجة هوريها لك هي جزء البيرسونال والتكنيكال، ده خاص بالبيرسونال والتكنيكال الخاصين بالبنك الأهلي المصري وأهم الأسئلة اللي اتكررت فيهم. ده جزء مثلا من النوتس الموجودة لأهم الحاجات اللي نكتبها، كل حاجة حرفيا، والأسئلة اللي اتكررت وأصعب الأسئلة اللي اتكررت، كل ده شامل البنك الأهلي. وكمان في جزء خاص ببنك مصر، ده خاص ببنك مصر وتفاصيل بنك مصر وكل حاجة، ومعلومات متقبضة آخر حاجة 2026 سواء للأهلي أو مصر. دي ماتيريال هتساعدك في امتحان الأهلي ومصر بشكل مباشر بشكل بسيط، هتسهل لي الدنيا. عارف في بلان معينة همشي عليها، هذاكر 1 2 3 4، مش همشي بشكل عشوائي ولا بشكل راندوم خالص. تمام. بس ودي كل التفاصيل والابديتس اللي انا حبيت ابلغكم بيها، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ومتنساش دعمنا باشتراك ولايك. كان معكم محمد رضا.